واهلا وسهلا بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. صلوا على النبي، نصلوا كاملين على النبي، اللهم صل وسلم عليه. كديرين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير، صحه لاباس؟ 5 اليوم فيديو اش غنقول لك؟ فيديو مطرطق من داك الشيء اللي من دوك النصائح اللي راكم عارفيني انا تنقول لكم شي حوايج اللي باش تقودي شويه، باش تنوضي تفهمي شنو كاين. المهم الموضوع ديالكم شفتوا كيشفتوا في العنوان انه كيفاش تعرفي واش تصريح خرج واش ما خرج. دابا نتيا مثلا بحكم دابا اليوم غنهضر لكم على قصه منها غادي نكمل لكم. كاين علاش السبب اشنو هو علاش ترفض التصريح. دابا مثلا كاينه هاد البنت هادي دابا اللي كتشوف معايا، خطبها سعودي وكلشي، وجا عندها وداروا خطبه وداروا كلشي، داروا خطبه وخطبها في دارهم وبالعائله وبالناس يعني، وداك الشيء مأصل ومفصل وكلشي ياكو. ثاني حاجه قال لها صافي غنمشي غنكمل وريقاتي غنجي نجي نديك. فاش مشى بواحد السيمانه بحال هكاك بدات كتسول السيده شنو درتي في الوراق، واش كملتي؟ شي حاجه طبيعيه يعني غتزوج بها، راه اكيد غيدير الوراق. قال لها راه صايبت الوراق، درت تحاليل، درت هذا، درت طن 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 طن. قال لها ولكن راه ترفض ليا، ترفض ليها. قال لي راه ترفض ليا بحكم كي شفتي نتيا دابا. هي السؤال كي سولتني، راه الفيديو اللي قبل هضرت لكم شنو هما الوظائف او الفئات اللي هما تيكونوا ممنوع انهم يخرج لهم التصريح. ف من بعد هي جات قالت لي اختي هانتوما شوفوا، قالت لي اختي عافاك اش كاين راه خطيبي شنو راه تخطبنا درنا كلشي ناناني. قالت، وهي من بين هاد الشيء اللي قالت لي الله اكبر البنات بديت كنهضر معاها اين فوا قالت لي وزاره الصحه، وانا نقول لها شوفي يا اختي هاكا جيت هاني شعلانه. شوفوا انا ماشي حتى هضرت مع، راه هي غتشوفني دابا بلا ما نذكر السميه. اش قلت لك؟ مشيت صونيت ليها، ما نكذبش عليكم. انا شوفوا انا ملي تتكون بنت الناس، تتكون بنت عائله، تتكون انسانه مسكينه كتسول كدير، فانا من واجبي غادي نبهها غنحذرها. قلت لها السلام عليكم اختي، لاباس بخير؟ لاباس. قلت لها عافاك. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي اش كاين راه خطبني في دارنا وهذا. قلت لها كيفاش تلاقيتي معاه؟ قالت لي ودي واحد السيده وهذا، وقال ماشي مشكل يعني ولد الناس وهذا ونانينا وجا خطبنا وخطبني في الدار واشترى ليها الخواتم واشترى ليها كلشي وهذا. المهم قالت لي راه قال لي بانه راه ترفض التصريح، راه قالت لي هو حاول. قال لها شوفي، قالت هي في الاول سمعوني، هي في الاول قالت ليه صافي الا ما كانش ناصب الله يعاون. قال لها لا انا عندي امال وعندي فهمتي زعما باش ما يعطيش زعما في المره الاولى. يقول لها لا. جلس واحد يومين سولاتو، قالت لك انا ميكت عليه واحد يومين، مشيت عاوتاني سولته قلت ليه كي دايره ولد فلان لاباس بخير؟ ويلي على ولد فلان، كي دايره فلان لاباس بخير؟ شنو درتي في الوراق؟ قال اش كتب لها؟ قال لها للاسف هكا ما تفينيش فيها. قال لها شوفي فلانه للاسف راه شوفوا ها انتم تقراونا، للاسف راه التصريح ما غاديش يقدر يعطيوه ليا يمدوه ليا، راه انا حيتاش بحكم الخدمه ديالي وداكشي. المهم قال لها الله يسهل عليك، المهم الله يسخر لك الله يكتب لك. صدمها بحال هكا عطاها. هي البنت هنايا سبحان الله. شوفوا انا تنقول الانسان ملي ربي تيبغي يبين ليه شي حاجه، راه ديما تنقولها انا للبنات، تنقولها لكم ديما، تنقول لكم راه شوفي ملي كتبداي ياك قال ليها بسلامه، وراه تقدر تقولي بسلامه، ولكن هي لا، هي فيها واحد الشكل داخل، وهذاك الشك ماشي من فراغ، من الله عز وجل حطو باش انه الانسان تقلب تسول شنو عندها. هو راه قال لها ما بقاش ناصيب وداكشي، وقال لها راه ترفض التصريح. هنا هي بدات كتسول اختي عافاك اش كاين؟ قلت لها اختي هضرت مع على طول اول ما هضرت معايا كتبت لي وانا نصوني ليها، وكانت في الخدمه. قلت لها صافي الا مشيتي لداركم قالت لي واش عادي؟ قلت لها عادي علاش شنو فيها ما نصونيش ليك؟ قالت لي اول مره تصوني على سمعتي وحده في اليوتيوب. قلت لها لا، قلت لها شوفي انا من كواجبي كانسانه كمغربيه وبيني وبين الله وفي الذمه ديالي انا غنقول لك داكشي اللي كاين. قلت لها عاودي لي من الاول. قالت لي اش كاين؟ رجع عندنا للدار وهذا وخطبني، هو اللي اصر على الخطبه، هو اللي اصر على يخسر الفلوس، هو اللي شرى لي الديامون، شرى لي زعما ما شاء الله زعما تكلف وكل شيء.
قالت لها ايوا، قالت لي راه قال لها راه بانه وزاره الصحه ما تعطيوش تصريح. وانا نقول لها اوهاي قلت لها شوفي، قلت لها اختي شتي هذا راه ما غاديش يتزوج بك لا دابا، وداك التصريح شوفي حيتاش هي ملي قال لها بسلامه فاش هي قبل ما من بعد يعني قبل هضرات معايا هي قبل وشرحت لي انا شنو كاين، وانا اش قلت لها، قلت لها شوفي شتي هذاك راه غير ما غاديش يتزوج بك لا دابا لا من بعد، هذاك عنده التصريح باش تفهموا، حيت شي حوايج عاودتهم ليا مع الوقت ولينا انا وياه تنجمعوا الخيوط، بس كعاود ليا شي حوايج كانوا وقعوا ليها معاه وداكشي بلا ما نذكروا التفاصيل. بدينا كنجمعوا تنقول لها شوف اختي شتي هذا راه عنده تصريح، حيت شوفوا حيت هو خسر 2 مليون في الخطبه، الديامون، السيكان، فهمتوا؟ يعني انسان باغي، يعني باغي المعقول، باغي يتزوج بها، يعني مراته باغي ها هي وصافي. ولكن من بعد ياكي من بعد قال ليها فاش هضرت معايا انا قلت لها شوف اختي، قلت لها هذا ما غاديش يتزوج بك، عنده تصريح، ولكن قلت لها شوفي نحلفك بالله الا هذا عنده تصريح، ولكن شاف لي وحده اخرى، شاف لي شوفه وحده اخرى، فهمتوا؟ انا هادشي قلتها ليها بالكلام، تكذبني الا تكذبني دابا ان شاء الله، فغنخليها في الكومونتير، في الكومونتير تكتب تقول لكم واش انا قلت لها ولا لا. قلت لها شوفي، قلت لها فلانه شتي هذا ما غيتزوج بك لا دابا لا من بعد، هذا عنده تصريح ياكي، هذا عنده تصريح، وواقيلا يعني شاف شي وحده اخرى مثلا ما تعرفي، فهمتوا؟ شاف شي وحده مثلا، حيت هاد البنت هذه ما شاء الله قويه، فهي قويه، فكاينين رجال بزاف تيبغيوش المراه القويه، شي وحده تكون زعما عارفه اش كتقول اش كدير، وهذا هذه لا، هذه كتسول على راسها الوراق، تصريح، نهار خطبها قالت ليه تصريح، نهار، فهمتوا؟ يعني هو قال لها ما عنديش مشكل، ولكن لقاها قويه. فكاينين رجال ما تستعجبهمش المراه القويه، ديما تيبغيو شي مراه تكون، فهمتوا؟ يعني ديما يحط عليها الصباط، فيدير عليها وحق الله. راه صراحه نقول لكم نيشان في كل الرجال، في كاع الرجال كاينين شي رجال تعجبهم المراه اللي كتكون ضعيفه الشخصيه، فهمتي؟ كتقول ما كتصرفش، فهمتوا؟ ما كتطلبش بزاف. المهم هذه ما شاء الله قاريه وفاهمه، وهذا انا تعجبوني البنات اللي تيكونوا قاريات وفاهمات، ما يضحك عليهم حد. قالت لي انا ما تيهمنيش هذا الشيء كامل، ولكن تيهمني على انه هو تيهمني. قالت لي انا صافي هو ان شاء الله يعاون، الله يعاون. قالت لي ولكن انا بغيت نفهم علاش اشنو وكيفاش وعلاش. قلت لها شوف اختي، قلت لها كاينين شي وظائف في السعوديه ياكي اللي هما كي قدرنا في الفيديو اللي قبل، كاينين شي وظائف في السعوديه اللي ممنوعين انهم يتزوجوا اجنبيات، كنتي مغربيه مصريه، المهم اي اجنبيه غير السعوديه، يعني سعودي يتزوج السعوديه، ولكن هذوك الوظائف اللي تنهضر اللي ممنوعين، اللي ممنوع غير مسموح لهم يتزوجوا، شي وظائف معينه اللي قلنا البوليسي، العسكري، القاضي، شي واحد وكيل العدل، ولا دوك المحققين، مهم هادو كاملين شي حاجه اللي كتعلق بامن الدوله وفيها السياسه وفيها داكشي، والدبلوماسيين وسميتهم الدبلوماسيين اللي كاينين في السفارات، هي هادوك ممنوعين كاملين انهم يتزوجوا اجنبيات، اتفقنا. واللي كاينين في الديوانه، ويعني دوك اللي كتحسي انهم عندهم علاقه بامن الدوله والسياسه وداكشي، هادوك ممنوع منعا باتا، لا دابا ولا من بعد ولا عمره ما غيتزوج بك ياكي. غير باش تفهمي وديري هذه في بالك، السعودي اللي في هاد الوظائف اللي قلناهم غنكتبهم لكم هنايا راه ممنوع. كاينين الوظائف الاخرى اللي مسموح انه يتزوج اجنبيه، بحال المعلم، بحال يعني وزاره التعليم، يعني بلا ما نقول طبيب وهذا، ما نقول لك وزاره التعليم، وزاره الصحه، اسميتو كاين في لافاك، الجامعه، يعني وزاره التعليم بصفه عامه، الجامعات، ائمه ديال المساجد وديال مثلا ديال مكه ولا شي حاجه بحال هادو. شحال راه اليوم هضرت معايا وحده في لي كومونتير على الفيديو اللي حطيت البارح، قالت لي واش ائمه وهذا ومعلم وهذا، قلت لها وطبيب، كلهم هادو غادي يقدروا يتزوجوا اجنبيات، حيتاش الوظيفه ديالهم ماشي من بين الوظائف او الفئات اللي السعوديه حطتها باش انهم ممنوع، فهمتوا؟ نجيو الموضوع ديالنا. انت دابا اختي جا خطبك سعودي مثلا وقال لك لاباس بخير، انا باغيك هذا. شوفوا انا غنقول لكم واحد الحاجه، يعني انا هذا رايي الخاص، انا تنقول هذا الراي وكل واحد عنده الراي ديالو. انا تنقول واحد الحاجه ديما تنقولها لكم، انا بالنسبه للاجنبي
ياكو. ماشي ما تنحبدش ندخلو النساء للدار. مثلا غنديروا التعارف، ولكن التعارف كيفاش يكون؟ تكوني انتيا امك خوك خواتاتك فقط فقط فقط، داكشي بيناتكم حدودي، يجي يشوفك تفاهمتوا مرحبا. الخطوبه ديروا تعلنوها زعما بانه راه تخطب انت وياه. عافاك جاك سعودي ولا جاك اجنبي كيف ما كان نهار يقول لك غنجيو نديروا التعارف وما تدخليش العائله. راه هاد البنت دابا هادي قالت لي انا ما همنيش السيد يمشي، ارزق بيد الله. قالت لك ولكن انا العائله ديالي اللي ديك الخطبه اللي درنا والناس وحنا بحكم اننا مجتمع اللي هو بلا 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 يعني سعودي خلاها يعني ديما كتكون موراك ديك النغزه، فهمتي؟ يعني ديك النغزه ديال لا راه جا سعودي راه خلاها ولا خلات السعودي ولا جرات عليه ولا كاع ما طفرات مع السعودي تطفروا مع المغرب، فهمتوا؟ يعني بحال هكا. يعني انا احبذ انه يا البنات ماشي تنقول تلاقي مع بغيتي تلاقي مع على برا داكشي تيرجع لك، ولكن انا تنقول مثلا جاك سعودي بغاك الزواج وقال لك انا غنجي. شوفوا نقطه عاوتاني، قال لك انا غنجي عندك انتيا مثلا كنتي كتهضري تعرفتي معاه مثلا في موقع او شي حاجه وانتوما كتهضروا مثلا 6 شهور ولا عام مثلا ولا 6 شهور ولا شهرين، تعرفتوا مزيان وعرفتيه مزيان وعرفك وشاف داركم، لاش غيقول لك انا راه جاي نشوفك ونتعرفوا؟ لاش غتعرف؟ وهاد الشهر هاد الشهرين هادي اللي تنهضروا انا وياك شنو هي؟ لا سمح لي لا ما يجيش هذاك ماشي تعرف درناه السلام عليكم تعرفنا انا وياك، عرفتيني عرفتك، دابا واش ولد الناس جاي المعقول اجي غنديروا خطوبه زيتي مرحبا ما جيتيش. انا غير تنقول لكم، ولكن انا احبذ انا داكشي اللي تنقول انا عافاكم البنات، جاك سعودي ولا جاك اجنبي كيف ما كان حتى اوروبي كان ما عرفتش شنو من اي بلد، عافاك ما من يجي ديري غير داك التعارف بينك وبين امك وخوتك وانتيا، يجي يشوفك تفاهمنا على الصداق على الزواج على الدب على هذا نديرو. ديك الساعات كتمشيو للمرحله ديال شنو؟ ديال العائله اللي هما الخالات العمات داكشي كيتجمعوا كامل كديروا خطوبه باش انك كتقولي للناس راه تخطب راه زعما راه ترشمتي راه كيرشمك وهذا. حيتاش دابا هاد البنت قالت لك انا اشنو بقى فيا الحال؟ قالت لي العائله والناس وهذا وخوتي ومسكينه ما عندهاش ما فهمتي. قالت لي انا داكشي اللي بقى فيا الحال. قلت لها لا ما يبقاش فيك الحال. قلت لها ولكن انا كون غير ما درتيش ديك الخطوبه، كون غير ما درتي تعارف، فهمتي؟ درتي تعارف صافي جمعي داكشي، حيتاش السعودي او الخليجي او لا فهمتي الا ما كانش معاه تصريح في داك الساعه فاش جاي يخطبك بلاش ما ديري معاه، حيتاش تيقول لك انا غنخطبك ونمشي ندير التصريح. يقدر يوقع شي حاجه. ها انت دابا شفتوا البنت هذه اش وقع عليها؟ دارت الخطبه وكل شيء ومشى ومن بعد قال لها راه ما رفض التصريح وطلع كذاب و60 كذاب. علاش هذا؟ يا عنده شي وحده اخرى، شاف وحده اخرى غير هذيك البنت، يا هو من داك النوع اللي من هادي لهادي من هادي، فهمتوا؟ داك النوع اللي مثلا كاينين شي انواع اللي الله يحفظنا الله يبعدهم علينا، كاينين في كاع البلايص تيجي تيخطبك نتيا على اساس يخرج معاك ولا شي حاجه، كاينين في المغاربه كاينين في كل بلاصه، يخرج معاك هذا شويه تيقول لك لا انا ما نصلحش ليك، فهمت؟ يعني بحال هكا بهاد العرب بهاد المفهوم هذا. خطبك سعودي فهمي معايا دابا، ركزي معايا مزيان، ركزوا معايا مزيان. هادي بغيتكم نتوما دابا انت تعرفتي على سعودي وخطباك وهذا ومشى قال لك ناخذ التصريح شويه، قال لك حقا ترفض التصريح. الا كانت خدمته من بين دوك اللي قلت لكم هاد الخدامي هادو اللي هي غير مسموح بها، يعني اوكي. راه كاينين عاوتاني اسباب اخرين علاش كيترفض التصريح كيترفض، مثلا قلنا الا كنتي عسكري ولا كنتي شي حاجه قاضي ولا شي حاجه. ثاني حاجه تيكون مثلا هو الفرق بين العمر ديالك والعمر ديالو كبير بزاف، يعني مثلا تيكون هو عمره 50 ولا 60 وانتي عمرك مثلا 20 عام، فبالعقل هذا الشيء راه صعيب انه يخرج له التصريح. واش فهمتوا؟ راه كاينين شي وحدين اللي الله يستر، شي عائلات عندنايا حنايا تيجي 60 عام 50 عام ولا 49 عام. الله تنعرف انا واحد البنت ولكن الحمد لله والديها ما قبلوش،
هي بغات، ولكن فاش قالوا ليها الوالدين لا، قالت لك لا عمره 49، عمره 45 عام وهي 19 عام. شوفوا لي العمر قداش بيناتهم. هنايا كيترفض. هنايا الا جاب الله كانت القبول وداكشي راه المهم، ولكن انا اللي عارفاه ملي تيكون العمر كبير راه كيترفض. ثاني حاجه امتى كيترفض التصريح؟ ركزوا معايا. كتهضري مع السيد قال لك ترفض التصريح، اول حاجه كتقولي هو الخدامي ديالو باش تعيقي به، باش تعرفيه علاش اشنو كاين تحت راسو، واش كيكذب عليك ولا لا. اول حاجه كتشوفي واش من بين هذوك الخدامي اللي قلنا عليهم لا، اذا ما كاين والو، الخدامي لا غيعطيو التصريح غيعطيو. ثاني حاجه شنو هي؟ كاينين اللي تيكونوا مزوجين وتيبغيو يطلعوا التصريح، فهمتوا؟ وداك التصريح للمتعدد راه خص شي شروط في المتعدد. شنو هما؟ انه تكون في المراه واحد المرضى اللي هي بحال تكون صير الله يستر ما كتولادش، مريضه زعما شي مرض، وخصو يجيب الشهاده الطبيه من وزاره الصحه اللي هي من الحكومه، من السبيطار ديال الحكومه، ماشي ديال الفلوس ولا. عندهم هنا تبارك الله القطاع الصحي في السعوديه وقطاع التعليم ما شاء الله تبارك الرحمن، شي حاجه طب ما شاء الله، شي حاجه ديال حمار الوجه. تيجيب لك الورقه، كاينين اللي كيوافقوا ليهم حيتاش خصو الموافقه ديال واخا الموافقه ديال المراه عطاتو، ولكن خص يكون السبب مقنع على ان اساس انه يتزوج وحده اخرى. اشنو كاين في ذاك مرتك؟ اشنو مالها؟ شنو عندها شي مرضى خايبه؟ اعطينا جيب لي الفحص شامل، اعطيني شهاده كلها طبيه انه ديك المراه فيها سرطان، فيها الوالده، حيدوا ليها الوالده انت بغيتي فهمتوا يعني بحال هكا. ثاني حاجه الا جاب الله بحال قلنا المتعدد بحال هكا راه ما يقدروش يعطيو، الا ما جابش داكشي اللي كيدل على انه راه مرتو فيها شي حاجه او الموافقه ديال مرتو راه ما غاديش يعطيوه. ياكي هنايا عاوتاني يقدر يقول لك حقا انا سميتو، يقدر هو السيد تكون عنده مثلا شي حاجه دوك اش يقولوا ليهم مثلا تيكون انت عندك مثلا سوابق قضائيه مغربيه مثلا او مصريه، عندك سوابق يعني دخلتي الحبس مثلا ولا شي حاجه، يقدر يترفض هذا الشيء في الاماره وداكشي، فهمتي؟ ملي كيسولوا عليك انت والداخليه وداكشي تيرفضوا. ثاني حاجه يكون هو عليه شي حاجه، يكون عليه مثلا شي حاجه شي قضيه ولا دخل في الحبس ولا هذا حتى هو ما غاديش يعطيوه، باش تكونوا واضحين، فهمتوا؟ ثالث حاجه اللي هي الاهم والاهم بزاف ديال البنات تيوقع لهم هادشي. كاينه واحد البنت مغربيه وقع لها هادشي، وواحد السعودي حتى هو وقع لها هادشي. السعوديه المغربيه قالت لك فاش دارت التحاليل، حيتاش ملي كتجي تيعطيو فاش في السعوديه، هي مقيمه في السعوديه، فاش دارت التحاليل لقاو عندنا، انا تنعطيكم دابا الاسباب ديال الرفض. فاش دارت التحليله لقاو بان عندها هي واحد الفيروس، حيتاش كي قلت لكم راه ماشي غير الفئات الوظائف اللي تيتمنع عليها هذاك الشيء، لا كاينين حتى امراض وراثيه، ديروها في بالكم. كاينين شي امراض وراثيه ممنوع اللي فيه هذوك الامراض الوراثيه يتزوج. غنحطهم لكم هنايا. طلع فيها ما عرفتش شنو ديك البنت، طلع فيها شي حاجه ديال الكريات البيضاء، ما عرفت ناقصين عندها الكريات البيضاء بزاف على الحمرين، المهم شي حاجه الله يشافيها ويعافيها ويشافي كل مريض. هنايا قالوا ليه لا، قالوا لي هلا ما غاديش نعطيوك التصريح حيتاش فيها داك الشيء. عاوتاني نفس الشيء للراجل السعودي، ملي السعودي تيمشيو تيرفضوا ليه التصريح، عارفين بانه ملي ما كايناش الخدمه وملي ما مزوج ما والو ومطلق وكاينه شي حاجه، اذا يا وشفتي كاع هاد سولتيه وكاع هاد الشيء ما عندوش، ما دخلش الحبس ما دخلش، فهمتي؟ يعني كتسوليه انت هاد الاسئله واش مريض شي مرض ولا شي حاجه، تيقول لك لا التحاليل هما هادوك، عارفي راه هو راه ما بغاش يكمل، بلا ما تبقاي تجحدي معاه وتبقاي فهمتي لا علاش وهذا علاش ترفض ليك. اول حاجه غتسولي ملي يقول لك ترفض، قولي ليه فين هو الميساج ديال الرفض. هادي اعطيها لي السكود. شي طبيعيه، انا راه هادشي اللي تنقول، راه ماشي تنقول انني انا راه جايبه داكشي من راسي ولا لا، راه غتدخلي على اليوتيوب، غتدخلي لجوجل، غتدخلي لوزاره الموقع وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، غتشوفي كلشي بعينك. شي حاجه طبيعيه، اسباب غديري في جوجل
اسباب رفض التصريح للسعودي اشنا هي؟ فقط غير يخرج لك كل شيء، انه ما يكونش عسكري، انه يكون عنده مرض، انه يكون مثلا عنده قضايا جنائيه، انه يعني انا راه ما جايباش هادشي من راسي، هادشي راه كاين. غير هو خصك تعرفي كيما ملي تيطلع التصريح تيصيفطو ميساج، ايضا ملي تيترفض التصريح راه تيطلع ميساج فاش يقول لك راه ترفض لي التصريح. فين هو الميساج ديال الصيفط؟ قولي لي صيفط لي النمره ديال التصريح وقولي لي صيفط لي الميساج ديال الرفض. عندي رفض يجي ميساج تيقولي لي فلان بالفلان معاملات تم رفض لدواعي، كتقولي لي عطيني هذاك الرفض، بغيت نسول نشوف السفاره واش نيت هذا الشيء كاين ولا ما كاينش. ها قال لك حكا ما قدرش، لا ما صيفطوش لي ميساج، نضي على سلامتك. هذاك تبلوكيه ديك الساعه طق زدق، حيت شي حوايج تيكونوا واضحين وباينين، شي حوايج تيكونوا معقولين، شي حوايج تيكونوا. انا دابا ماشي تنقريك، انا دابا تنوعيك. بحال دابا هاد البنت هادي ما كنتش عارفه، ولكن فاش قلت ليها، فاش صيفط لها الدليل وريتها وكل شيء وهضرنا وقلنا شحال من حاجه، لقات بانه قالت لي بصح هادشي اللي كتقولي راه، قالت لي واش في راسك وقع لينا هكا، واش في راسك دار لينا هكا، واش في راسك هادشي، بدات كتعاود ليا شي ستونات دارهم معاها. يا رب واش هاد العقل، واش فهمتوا؟ يعني سبحان الله العظيم. داك النهار هضرات معايا، داز نهار تاني يومين، هو يقول لي وانا نقول لها نهار تاني هضرات معايا اليوم بالليل، ونهار تاني قلت لها اشنو درتي، قالت لي راه غنمشي نصيفط ليه. صيفطات ليه ميساج، قالت لي شنو درتي يا فلان ويصيفط لها ميساج قال لي شوف، قال لي راه طرف التصريح وراه هذا راه ما بقاش، والله ما كتبش النصيب. واش كتكذب صاحبي؟ ومالكم كتكذبوا؟ مالكم؟ لا تقول لها التصريح ما ترفض التصريح او قول لها يا بنت الناس انا شفت لي وحده ثانيه، او نصيب من غير كذب. الكذوب لا ما زوينينش. راه دابا الناس داكشي علاش انا تنهضر باش واحد ما يضحك عليكم. الا قال لك مثلا راه التصريح راه ما ترفض ولا شي حاجه، قولي لي عطيني علاش انت، قولي لي اجي انت ما خدام في العسكر بوليسي ما حتى حاجه، قولي ليه انت عندك شي حاجه جنائيه، قولي عندك انت شي مرضى وراثيه، شي امراض وراثيه اللي هما اذا كاينه تما شي حاجه. حضروا راسكم، انت نقولها لكم. علاش تيتم رفض التصريح؟ تيتم رفض التصريح لدواعي الحوايج كاينين، ولكن كيفاش انا نعرف هذاك السيد واش تيهضر بالمعقول ولا لا؟ هاني قلت لكم اول حاجه قولي ليه قال لك ترفض التصريح، قال لك فلانه ترفض التصريح وهذا وبزاف اللي تيقول اللي سمعوا بزاف والله العظيم، بزاف اللي تيكونوا مثلا تيقولوا بحال هكا ترفض التصريح باش يدير لك الصابونه تيقول لك حقا دابا انت كديري فيها قويه زعما التصريح وداك الشيء، فهمتي؟ دابا مثلا شي واحد تيقول لك عندي تصريح، غير كتقولي ليه التصريح حيت هو ما تيقولهاش لك، ولكن ملي كتقولي ليه التصريح تيقول لك والوراق وخصني ندير وخصني نفعل. نورمالمون خصو يشارك معاك هذاك الشيء. فاش انه هو شارك معاك، سمعي معايا مزيان، شارك معاك الوراق وشارك معاك كل شيء، وفي الاخر تيقول لك ترفض التصريح، هذا خرج عنده التصريح. وديما تنقول لكم ونعاود نقول لكم بزاف اللي تيوليو كيديروا بحال هكا اللي تيكونوا مطلعين التصريح بلا سميه. كيفاش يا مريم تصريح بلا سميه؟ التصريح بلا سميه اللي هو انا كنت ديما تنقول لكم التصريح فيه جوج ديال الانواع، كاين تصريح عام وكاين خاص. انا تنقولها بحال هكا، فهمتي؟ يعني التصريح العام التصريح الخاص هو اللي تيكون مخصك نتيا بالسميه، مخصك انت، يعني كيجي كيتزوج بك انت، ما كيتزوجش شي وحده اخرى، فهمتوا؟ وإلا مثلا ما صدقش النصيب بينك وبينه راه خصو عاوتاني يرجع للاماره ويقلب عاوتاني السميه ويقلب عاوتاني شحال، فهمتوا؟ اما بحال هادو دابا اللي بحال هاد البنت هادي، انا والله اعلم اتوقع انه داير تصريح اللي هو تصريح اللي تيكون عام بلا سميه، يعني تيدير فيه غير البلد، تيدير المغرب، ولكن ما تيكتبش حيتاش كاينه هاد الورقه هادي اللي غنكتبها لكم دابا، اللي حطها لكم هنايا. هاد الورقه ملي كتكون الخاطبه موجوده يعني معروفه تيعمر هادي، الا ما كانت شوف راه مكتوبه للخاطبه اذا كانت معروفه، فهمتوا؟ كاينين بزاف ديال السواعده دابا تيخرج تصريح تيحطو، حيتاش شحال المده ديال الصلاحيه في داك التصريح؟ عام اختي، عام.
يعني دابا راه عام يشوف هادي خطب هادي ما عجباتوش، هادي قويه، هادي هذا ياكو. التصريح كي قلنا فيه خاص وعام. الخاص اللي هو تيخصك نتيا، امتى تيكون خاص، امتى تيكون بسميتك، ملي تيقول لك فلانه صيفط ليا النمره ديال لاكارت، صيفط ليا لاكارت ناسيونال الباسبور، اذا هذا راه باغيك انت وغيتزوج بك انت، في التصريح يخرج لك انت. شتي السيد معاك، هضر معاك السيد وقال لك انا باغيك للزواج وهذا راه غنمشي نطلع تصريح، ما قالش لك صيفط ليا لاكارت ناسيونال شي حاجه، عرفي راه غيدير داك التصريح عام، يعني يقدر يتزوج بك انت، يقدر لا، فهمتي؟ يعني يقدر مثلا يجي يقول لك انا راه بحال هذه دابا اللي خطبها وكل شيء، ولكن ما تزوجش بها. اذا هذا اكيد 100% عنده تصريح، تيقلب على فهمتي، لقى هذه ما شاء الله بحال هكا وحاره وعارفه سواريها، فهمتي، يعني متطلبه كتشري باغا، وهذا شي حاجه طبيعيه. هو لا باغي شي وحده مثلا اللي ما كتشريش ما كديرش. وحاجه اللي غنوصيكم عليها، حذاري من البخيل. عندكم من البخيل ثم البخيل. انا تنهضر ماشي كنعمم، انا ماشي تنقول لا، تنقول كل شيء، كل الرجال، يعني في كل، ماشي في كل الرجال، يعني في كل كاع اي مكان في الدنيا، اي بلد راه تيكون فيه ناس، وكيما خلقنا سيدي ربي، كاين اللي تيكون كريم، كاين اللي تيكون بخيل، كاين اللي تيكون يعني فهمتي مريض في راسو وفي دماغه. انا واحد الحاجه غنقولها لك، ردي البال الا كان بخيل راه غتعذبي معاه، سواء كان مغربي كان مصري كان سعودي كان. فالبخيل رجاء خاص، هذا غير بعدي عليه. البخيل غادي يكرفسك حياتك كلها. اما الا كان كريم وفهمتي مهم، انا تنقول انا غنعطيكم مثلا واحد اللعيبه بحال هكا، ديريها وشوفي، حيتاش انا ما نكذبش عليك، انا درتها راه جربته براسي الصراحه. اش قلت ليه السلام، قلت ليه لاباس بخير، قلت ليه شوف، قلت ليه راه انا محتاجه، انا شوفوا انا ما طلبتهاش كبيره، ركزوا معايا دابا، ركزي معايا دابا انا فاش قلت ليه محتاجه، مثلا قلت ليه انا راه عندي واحد خاصني شي فليسات، خاصني يعني، فاش قلت ليه راه خاصني ما قلتش خاصو شي حاجه واو، لا، طلبتها غير صغيره وعلى قدي، بس زعما حتى الا جاب الله فهمتي، يعني ما يحسبش راه طماعه ولا شي حاجه، لا، راه الطمع ما كاينش بين الجوج، الا كان هو ناوي المعقول وباغيك راه ما غاديش يدير معاك الحساب. ولكن عاوتاني ما تزيديش فيها، حنايا دابا غير تجربه تيست نتيستيوه. قلت له راجل، ما كتبش، قلت له راجل، قلت له شوف، قلت له راه انا محتاجه واحد، قلت له شوف، انا قلت له غير 500 درهم، راه ماشي زعما بحال قلتو 150 ريال سعوديه، راه والو، راه 150 ريال سعوديه راه والو، راه فهمتوا، يعني انا هزه لي الهم زعما وبغيت نعرف، حيتاش انت ملي غطلبيها قليله الا كانت قرام وداكشي فهمتي، يعني غتجيه مهم، غتجي زعما صغيره، وانا نقول ليه راه خاصني هكا، قال لي صافي اوكي. ملي مشيت للويسترينو باش ناخذ الفلوس لقيت 4000 درهم. شتي كيفاش تنقول لك، واش حيتاش نتيا فاش كتقول انا قلت لي غير 500 درهم، ناض هو صيفط لي 4000 درهم، علاش؟ هنا كتعرفي بانه شوفوا ماشي زعما انا طماع ولا انا، لا، انا غير نعرف، حيتاش كاينه وحده جربات خطيبها، قالت لي انا محتاجه هكا غير تجربه، قال لها تنتخطبوا بعدا ونصيفط لك. انا عارفه راه ما غاديش يعطيك لا دابا لا من بعد، باش تعرفي وشحال من بنت دارت هاد التجربه، كاينه اللي صيفط ليها تبارك الله، كاينه اللي فهمتوا ودابا مزوجات بوليداتهم، وقالت لك بالصراحه داكشي اللي كنتي قلتي راه كاين، حيتاش كتعرف الا كان بخيل راه غتعيشي حياتك غير في الفقر، وانت خصك تعرفي بانه خصك تجي للمغرب، وخصك المصاريف، وخصك السقرام راه ما غاديش يعطيك تجي للمغرب، غيبقى يتسقرم عليك. انا نقولها لك، وحده قال لها ما نجيش على عامين على 3 سنين، علاش تجي؟ قال لها كل عام. فهمتوا؟ يعني الانسان شويه عاوتاني، مو ثاني تقول لها 2 ولا 3 سنتين، ليه سنتين هي انت عندك اهلك تشوفهم، وهي مسكينه ليه ما تشوف اهلها؟ حرام، صح ولا لا؟ يعني الانسان يحط شويه راسو في بلاصه، حط نفسك مكانها، مسكينه هي لا سنه لحالها، 2 ما شافت اهلها ولا جبت امها ولا جبت احد، كيف تبغى الانسان هذه تعطيك في الحياه؟ فالمهم انا قلت لكم اش كاين، حضروا راسكم. قال لك راه الرفض كاين، قولي لي عطيني الميساج ديال الرفض نشوفو. عطاك الميساج ديال الرفض، مرحبا، سيري سولي عليه في الصفر، من حقك. ما عطاكش رفض، قال لك ما صيفطوش ليا، هذا بلوكيها البنات. والسلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى انني عطيتكم معلومات مفيده، ديري هادشي في بالك، وديري الطانقه اللي غتزوج وقال لها مثلا شي حاجه، الرفض ما كاين والو، ركزوا لي البال، يلا تهلاو في راسكم.